دكتور انا حامل 28 اسبوع وراس الجنين 31 اسبوع وجسمه كله طبيعي ووزن الجسم طبيعي. ممكن يكون البيبي مشوه؟ تمام، ده سؤال تقريبا بشوفه كل يوم في العياده. بتجيلي سيده حامل في الشهر السابع او الثامن، بنيجي نقيس مقاسات البيبي فبلاقي ان الراس حجم الراس او مقاس الراس ممكن يكون مسابق اسبوع او اتنين. ده طبيعي جدا جدا. في الشهور الاخيره بتظهر حاجه اسمها العوامل الوراثيه. يعني ايه العوامل الوراثيه؟ يعني في بيبي مثلا تلاقيه طويل شويه فعظمه الرجل بتبقى اطول شويه او عظمه الرجل اقصر شويه. قطر الراس كمان مختلف، يعني قطر الراس بين واحد او التاني مختلف. ممكن يكون مثلا بابا قطر الراس بتاعه اكتر شويه او كبير شويه فالبيبي يطلع نفس القصه. فدي بتبقى حاجه اسمها عامل وراثي طبيعي، انما البيبي بتاعك طبيعي وراسه طبيعيه ما فيهاش تشوهات ولا حاجه. فده حاجه طبيعيه جدا جدا. علشان الناس اللي بتقلق لما نقول لها ان الراس مسابقه اسبوع او اتنين او الرجل مسابقه اسبوع او اتنين بتقلق جدا. ده حاجه طبيعيه وده عامل وراثي طبيعي جدا. تمام.